بعد يوم صيام طويل مفيش غير زبادو الفراولة يبرد ويطري على القلب. هنعمله النهارده بطعم غني ومنعش وكريمي، وهتحضريه في دقايق. طبعا المشروب ده ينفع صيف او شتاء او من مشروبات رمضان. يلا بينا نحضره. انا عبير، لو اول مرة تشوفيني، لو لسه ما اشتركتيش في القناة اتمنى تنوريني. ويلا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ على طول. بسم الله. معايا نص كيلو من الفراولة الفريش، ممكن تستخدموا الفراولة المجمدة لو مش متوفر فريش. غسلتها كويس كتير جدا علشان بيبقى فيها رملة، ومقطعاها زي ما انتوا شايفين. وهحتاج علبتين صغيرين من الزبادي، وزن العلبة 105 جرام. ممكن تستخدموا الزبادي البيتي او لبن رايب المتوفر عندكم. وهحتاج كوباية من الحليب السائل، وتلت كوباية من السكر، والسكر حسب الرغبة ممكن يزيد او يقل، وباكت من الفانيليا، ومكعبات من التلج. وفي الخلاط هبتدي اضيف كل المكونات اللي معايا. بعد ما ضفت المكونات في الخلاط هضيف معلقة كبيرة من الكريم شانتيه او الكريمة اللباني البودر، اختياري بس بتفرق جدا جدا في الطعم، جربوها. وفي البداية هبتدي اضرب المكونات ضرب متقطع علشان التلج، وبعدين هضيف حوالي ربع كوباية من المية بنفس الكوباية اللي عايرت بيها الحليب، وهضربهم كويس جدا. وبعد ما ضربتهم كويس والقوام بقى ناعم، الخطوة دي اختياري. هضيف 6 حبات من الفراولة مقطعاهم زي ما انتوا شايفين، وهضربهم مع المشروب ضربتين. انا عايزه احس بقطع الفراوله، مش عايزاهم يتفرموا ناعم قوي. يلا بينا نصب مشروب الزبادو في الكوبايات ونقدمه. شايفين؟ اللهم بارك، القوام ناعم وكريمي وفيه قطع من الفراوله. كده مشروب الزبادو جاهز معانا. ممكن نزينه بصوص فراوله لو حابين. انا مجرد بديكي فكره وانتي ابدعي. اتمنى تجربوه ويعجبكم، طعمه تحفه جدا، احلى من الجاهز وفريش ومن غير مواد حافظه. وبالهنا والشفا على قلبكم يا رب، مقدما ان شاء الله. اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، وممكن تحفظوه لمشروبات رمضان ان شاء الله. هستنى كومنتاتكم اللي بتساعدني، وفضلا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه علشان يوصلكم كل وصفاتنا الجاية باذن الله. كان معاكم عبير، اسيبكم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.